بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة عايز أبدأ بيها. شكرا على التعليقات الجميلة اللي انتوا بصراحة أسعدتوني ورفعتوا روحي المعنوية بيها قوي. في حد قال لي إن هو مقعد ولاده بإقلام وعمال يكتب، وفي حد قال إن هو قاعد وبيتنافس هو وولاده ويقول في قصة كذا، بيقول لقيت ولادي عارفين معلومة أنا ما أعرفهاش وبيقولها وحضرتك بتأكدها وبنكسبني. تمام. وفي حد قال لي ان احنا مهملين جدا في الحته ديت، فعايزين ان احنا نعليها. وفي حد لفت انتباهي ان احنا برضو في حاجات محتاجين ان احنا نتكلم فيها. هنحاول ان احنا نتطرق بيها في نص الكلام، مش هقول هي دي كذا ودي كذا ودي كذا، لكن هنقولها في نص الكلام كده ان شاء الله. فالنهارده مثلا حد بعت لي رساله الصبح بيقول لي انا بقيت مستنيه الحلقه بفارغ الصبر، لو كنت بره ولا حاجه بكون حريصه جدا ان انت اول ما تبعتها بشوفها. فده حاجه يعني ايه، اشكركم عليها، بترفع الروح المعنويه كده عند الواحد وتطمن الواحد ان احنا الحمد لله ماشيين صح وبنحاول ان احنا نعمل حاجه صح. تاني حاجه، احنا وقفنا امبارح ان عند قصه سيدنا ادم، وقلنا ان سيدنا ادم اتخلق في الجنه واتخلقت منه سيدنا حواء، وليه حواء اتخلقت من ضلعه، وليه اتخلقت وهو نايم. والمعلومات ديت ممكن انتوا تراجعوها في الحلقه بتاعت امبارح اللي احنا بعتنا اللينك، وممكن ابعت اللينك تاني بعد الحلقه تاني. طيب نيجي النهارده لحاجه مهمه جدا، وهي اتكلمنا امبارح برضو عن معلومه مهمه جدا، وهي ليه ربنا سبحانه وتعالى قبل من ادم الغلطه اللي عملها وما قبلش من ابليس الغلطه اللي عملها. تمام. النهارده هنتكلم عن نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، وهو ان ادم لما اتخلق بدأ ابليس بيحقد عليه، زعلان منه جدا، غيران منه جدا. تمام. قلنا ان كان لنا اتنين معترضين على خلقنا: ابليس حسدا وكبرا، والملائكه خوفا لا تكون هي مقصره في حاجه في حق ربنا سبحانه وتعالى. طيب، ابليس عصى ربنا سبحانه وتعالى وقال لا انا ما اسجدش لده لان انا احسن منه. تمام. والملائكه كانت خايفه لا تكون هي مقصره. المهم ربنا سبحانه وتعالى علشان يعرف الملائكه، هم طبعا الملائكه كانوا ظانين ان هم اعلى من الناس، وان هم اكتر ناس عندهم معلومات، وان هم خلق الله سبحانه وتعالى المفضل على باقي المخلوقات، لانهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى ابدا. فربنا سبحانه وتعالى حب يعمل لهم اختبار. تمام. ويأكد لهم ان المخلوق الجديد اللي مخلوق لا هو احسن منكم وافضل منكم، زي ما قلنا امبارح. تمام. لو ان الانسان بيتكون من الروح والجسد، لو اهتم بغذاء الروح اكتر من غذاء الجسد ممكن يعلو ويرقى الى منزله اعلى من منزله الملائكه. تمام. طيب، ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى جمع الملائكه كلهم وعرض عليهم الاسماء. تمام. ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه ودي اسمها ايه والشجره دي اسمها ايه وده اسمه ايه. طبعا الملائكه قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. فربنا سبحانه وتعالى علم ادم الاسماء كلها، مش علمه يعني قاعد يقول له دي كذا ودي كذا ودي كذا، لكن ربنا سبحانه وتعالى نفث في نفسه ان دي اسمائها كذا ودي اسمها كذا ودي اسمها كذا، فتعلم ادم الاسماء كلها في نفسه. تمام. وبعد كده جابوا ربنا سبحانه وتعالى قال له يا ادم انبئهم باسمائهم. فربنا الملائكه واقفه مذهوله مش عارفه اسماء حاجه، ازاي المخلوق الضعيف اللي مخلوق من طين تمام يبقى اعلم مننا وعنده معلومات اكتر مننا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى اثبت للملائكه ان المخلوق الجديد افضل منكم. تمام. علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، عرفهم الأسماء بتاعتهم. فبدأ آدم يعرفهم الأسماء. أسماء إيه بقى اللي آدم عرفها؟ أسماء الأشجار، دواب، حيوانات، السماوات، أسماء الملائكة، وأسماءنا إحنا كمان. نعم. وإحنا كنا موجودين؟ يا فندم. هو إحنا كنا اتخلقنا أيام سيدنا آدم؟ أيوه. ربنا سبحانه وتعالى جاب الذرية كلها
وقفنا واحد واحد قدام ربنا وقدام الملائكة وقدام سيدنا آدم، وقال له ده اسمه إيه؟ قال له ده اسمه محمد معروف. تمام؟ وهيعيش كام سنة؟ ورزقه هيكون إيه؟ وده اسمه إيه؟ ده اسمه اختار أول اسم عبد الله النجار. هيعيش كام سنة ومش عارف رزقه هيبقى كذا. ده اسمه عمار محمد، وده هيبقى رزقه كذا، وهيعيش كام سنة ومش عارف إيه. تمام؟ كل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم اتعرضوا قدام سيدنا آدم. امال انا مش فاكر ليه؟ لا انت فاكر، بس هتفتكر اكتر وهتفتكر الموقف ده وانت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. طب فيك دليل على الكلام اللي انا بقوله؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. عشان ما تجوش يوم القيامه وتقولوا أن الله سبحانه وتعالى إله وأنه خالق. تمام؟ وربنا سبحانه وتعالى سيدنا آدم عرف أسمائنا كلنا للملائكة. طيب مين بعد كده اللي ربنا سبحانه وتعالى جابه ووقفه قدام سيدنا آدم؟ اللي جابهم ووقفهم قدام سيدنا آدم الرسل والأنبياء. هم كتير اللي احنا بنحكي قصتهم وبادئين بقصة أبونا الأعظم سيدنا آدم. هم الملائكة والرسل دول، الرسل والأنبياء دول كتير شوية. عددهم كام؟ احنا نعرف منهم 25 لما قلنا افتح سورة الأنعام. الآية اللي بتقول وتلك حجتنا، وعدنا منهم 18 رسول. تمام؟ طب عدد الرسل كلهم كام؟ سيدنا واحد من الصحابة اسمه أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري ده واحد من الصحابة. يعني إيه الصحابة؟ يعني كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معاه وجاهد معاه. تمام؟ عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر الغفاري. تمام؟ ما تبطل أكل يا حبيبي واسمع القصة. قعد من أول حصة عمال تاكل. أبو ذر الغفاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كم عدد الملائكة؟ عدد الرسل، عدد الأنبياء كم واحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الصدمة: 125 ألف رسول ونبي. 125 ألف. أمال إحنا ليه ما نعرفش إلا 25 بس؟ إحنا ربنا سبحانه وتعالى ما حكلناش إلا اللي يلزمونا بس، اللي هم ال 25. طب اشمعنى يلزمونا ليه؟ يلزمونا لان هم جم في المنطقه العربيه بتاعتنا. يعني لو جينا مثلا نبص نلاقي سيدنا ابراهيم في العراق وبلاد الشام ومصر ومكه. سيدنا محمد في مكه. سيدنا مثلا اسحاق ويعقوب ويوسف كلهم كانوا في بلاد الشام. تبص تلاقي كل الانبياء اما في اليمن، واما في العراق، واما في مكه والمدينه، واما في بلاد الشام، واما في مصر. هم دول ال 25 اللي اتحكوا لنا كلهم. ما اتحكناش مثلا الرسل اللي جت في جنوب افريقيا ووسط افريقيا. ما اتحكناش الرسل اللي جت في اوروبا وشرق اسيا والصين والهند. ما اتحكناش الرسل اللي جت في امريكا. هو كل دول ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم رسل. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني ما فيش ولا أمة، ما فيش ولا شعب عايش، ما فيش ناس عايشين على وجه الأرض قبل سيدنا محمد إلا وربنا سبحانه وتعالى بعت لهم رسل وأنبياء علشان يدعوهم لعبادة ربنا سبحانه وتعالى ويعرفهم يعبدوا ربنا إزاي. فلما بيكذبوا الرسل وما بيعجبهمش الكلام بتاع الرسل، ربنا بيعذبهم. تمام؟ في عندنا حضارات زي الحضاره الفرعونيه القديمه اهلكت كلها. حضاره مثلا الالمه اللي هي موجوده في بيرو دي اهلكت كلها. في مدن في جنوة والغرناطه والكلام ده كله في اوروبا دي اهلكت. ليه؟ لان هم كانوا عصوا الانبياء والرسل اللي كانت عندهم. طب الانبياء والرسل دول كان اسمهم ايه؟ ما يلزمناش. احنا يلزمنا اللي عندنا بس، اللي كانوا بيتكلموا اللغه بتاعتنا وعاداتهم وتقاليدهم قريبين مننا. فعشان كده هم دول بس اللي احنا نعرفه.
تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده الأنبياء والرسل وقفوا قدام ربنا سبحانه وتعالى وقدام سيدنا آدم. ربنا سبحانه وتعالى، اسمع بقى الكلام ده مهم قوي بقى عشان يعرفك قيمة النبي اللي احنا مؤمنين بيه عاملة ازاي. تمام؟ عشان تفتخر كده وتقول أنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال إن هو جاب الأنبياء والرسل كلهم ووقفهم قدام سيدنا آدم، تمام، وقدام ربنا سبحانه وتعالى، وربنا خد عليهم العهد والميثاق. يعني ايه العهد والميثاق؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خد منهم العهد، تمام، عهد ربنا يعني كلام رجاله اتفقوا مع ربنا اتفاق الرجال، تمام، ان احنا كلنا صعب بتضحكوا عليا عشان الخيال. والله ماشي، انا هخلص بس ماشي انا هعرف. طب ماشي. طيب ولادي ما تربوش. نيجي بعد كده ل هقول ايه بس تقول ربنا سبحانه وتعالى جاب الرسل والانبياء ووقفهم قدامه، تمام، قال لهم اي واحد فيكم، انتوا رسل وانبياء، اي واحد فيكم هيجي له دعوه النبي صلى الله عليه وسلم هيقابل راجل اسمه محمد رسول الله، هيآمن بيه ويعتبر ان الرساله بتاعتك والدين بتاعك اتلغى وتتبعه. الدليل ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، تمام، لئن جاءكم رسول بما مصدق لما معكم، أول ما تجيلكم رسول، تمام، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، هتؤمنوا بالرسول ده، هتؤمنوا بسيدنا محمد وهتنصروه، تمام. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. تمام. بصراحة مش متذكر الآية. تمام. طب ثواني أستأذنكم عشان نقول الآية مظبوط عشان مش لخبط. تمام. آه الآية بتقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم، يعني أنا اديت لكم الكتب واديت لكم الحكمة واديت لكم السنن بتاعتكم واديت لكم القرآن بتاعكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. أول ما يجي لكم رسول مؤمن لما معكم، أول حاجة هتعملوها إنكم هتؤمنوا بيه تعتبروا الرسالة اللي انتوا جايين بيها دي اتلغت، لتؤمنون به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى شهد الملائكة عليهم إن أي واحد فيكم يقابل محمد رسول الله يؤمن به. عايز يعني بكرة مش عايز. نقفل المايك يا جماعة بدل. طيب ده بالنسبه للانبياء، فالانبياء كلهم اقروا ان سيدنا محمد افضل منهم، اي واحد فيهم هيقابل سيدنا محمد هيبقى مؤمن بيه. طب الكلام ده اتنفذ؟ اتنفذ امتى؟ في رحله يا اولاد اسمها رحله الاسراء والمعراج. تمام. رحله الاسراء والمعراج ربنا سبحانه وتعالى جاب الرسل والانبياء كلهم ال 125,000 وجمعهم كلهم في المسجد الاقصى، واول ما سيدنا محمد وصل كانوا كلهم قاعدين في انتظاره، واحد منهم اقام الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل الانبياء دول امام، قدموه هو اللي يصلي امام. تمام. طيب ده غير ان سيدنا عيسى لسه ينزل اخر الزمان، الحته دي كبيره شويه، سيدنا عيسى ينزل اخر الزمان، ولما هيجي يتقدم الناس للصفوف، الناس هتقدمه عشان يصلي في عند الكعبه،
إمام بالناس، فهيقول إنما أنا جئت تابعا لمحمد فليصلي أحد رجال أمة محمد. حتى سيدنا عيسى مش هيرضى يتقدم على إحنا، علينا إحنا، ويقول إن أنتوا من أمة محمد وأنا تابع لمحمد، أنا زي زيكم. أنت متخيل مدى قيمة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا؟ تمام؟ طيب كفايه الحته دي، نكمل الحته اللي بعدها. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى عمل الاختبار ده للملائكه وعرفهم ان جبريل، ان سيدنا محمد، ان سيدنا ادم افضل منكم، تمام؟ دلوقتي اسكن يا ادم انت وزوجك الجنه وكلها منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره، بيبعدوا عن الشجره دي، تمام؟ فاكل منها او فوسوس له الشيطان فاكل منها. فلما كل من الشجره ايه اللي حصل؟ دي ما قلناهاش امبارح. لما كل من الشجره، الهدوم اللي كان سيدنا آدم لابسها من الجنة اختفت. الهدوم اختفت. ليه اختفت؟ دي حتة يعني ايه الكبار يركزوا معايا فيها شوية. ربنا سبحانه وتعالى بيفضل ساتر الإنسان، تمام؟ وبيحوطه بالستر من كل حتة، وربنا سبحانه وتعالى بيحفظه لحد ما تيجي تعمل ذنب أو معصية وتصر على الذنب والمعصية دي. فلما تصر عليها ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنك هذا الستر ويفضحك، تمام؟ وربنا سبحانه وتعالى بيمهل مرة والثانية والثالثة والعشرة، لكن لو انت أصريت على الذنب ربنا سبحانه وتعالى بيفضح. يفضح امتى؟ لما تكون انت مصر على ان انت تعمل الذنب. فناخد بالنا من حتة زي دي مهمة جدا. دي حاجة. الحاجة الثانية، لما كان ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بلباس وهدوم من الجنة، وهو ما حفظهاش، ما حفظش نعمة ربنا عليه، تمام؟ ويبقى عايش ولابس نعمة ربنا ويروح يعصي ربنا ويعمل ذنب، يبقى ما تستحق النعمة دي. فممكن الإنسان يتحرم من النعمة في أي وقت والعياذ بالله. ده إمتى؟ لو أنا عملت ذنب. طب الأكبر من كده لو أنا اللي فضحت نفسي، تمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل الناس ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لها وكله هيخش الجنة، إلا طبعا اللي بيؤمن بالله ورسوله، إلا اللي بيجاهر بالمعصية. يعني إيه بيجاهر بالمعصية؟ يعني يعمل الذنب بالليل، يجي تاني يوم الصبح ويقول أنا عملت امبارح كذا وكذا وكذا ويفضح نفسه، تمام؟ طب إيه؟ طب انت ليه بتفضح نفسك؟ اهو ده اللي بيفضح نفسه ده. او اتنين تلاته كده قاعدين مع بعض يقولوا والله لا ده احنا قعدنا من الساعه 10 الصبح، ما فيش طلبه دلوقتي في المدرسه، فقعدنا من الساعه 10 الصبح لما للساعه 2 ولا 3 جبنا في سيره لا اله الا الله. ما فيش حد ما جبناش في سيرته، تمام؟ هو انتوا لما انا اقول كده، تمام، يبقى انا اللي بفضح نفسي، انا اللي بكشف ستر ربنا سبحانه وتعالى عليا، تمام؟ مفهوم دي؟ فنخلي بالنا من الحته ديت، ما اتكلمش حتى لو انا عملت ذنب، طول ما انا كاتم السر ده جوايا وما اتكلمتش عنه ربنا سبحانه وتعالى مش هيفضحني، تمام؟ طيب نيجي على حاجه تانية. بعد ما سيدنا ادم كل من الشجره، تمام؟ هل هي شجره التفاح او شجره مش عارف ايه، مش هتفرق معانا، تمام؟ ده علم مش هيفرق معانا. لكن بعد ما اتخلق، بعد ما كان سيدنا ادم من الشجره، الهدوم بتاعته هو السيده حواء هما الاثنين بس اللي عايشين في الجنه، لكن الهدوم راحت وبقى جسمه عريان هو وهي، لان هما الاثنين كلوا من الشجره. وهنا حته عايز اقولها، بس حته بس ايه للكبار برضو شويه يركزوا معايا فيها. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الشغل بيكون للرجالة مش للنساء، تمام؟ الكلام ده جبته منين؟ من قصة سيدنا آدم. ربنا سبحانه وتعالى قال
فلا يخرجنكما انتوا الاثنين من الجنة. ما قالش فتشقيا، قال فتشقى. يا آدم الست هتقعد في بيتها في جنتها معززة مكرمة، إنما أنت لو أنت عملت الذنب انتوا الاثنين هتطردوا من الجنة. هي عايشة في بيتها بتاكل وتشرب ومنعمة. لو انت خرجتها من الجنة ولو خرجتوا من الجنة انت هتنزل، هتبقى مطالب انك تشتغل وتشقى وتتعب عشان تعيشها في الجنة بتاعتها. تمام؟ انا حاسس ان انا هيعمل اصلا خناقة الليلة دي، بس مش مشكلة. تمام؟ طيب. بعد ما كلوا من الشجرة وبدت لهما سوآتهما، جسمهم بان، بدأ طفقا يخصفان عليهما من ورق الشجرة. بدأ يجيب ورق كبير من الشجر من الجنة ويغطي جسمه. طب هو بيغطي جسمه ليه؟ عشان يصلي، عشان يستغفر ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تعمل الذنب بذنب، اوعى تكفر الذنب بذنب، انما كفر الذنب بالصلاة. واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قابل التوبة وشديد العقاب، لكنه قابل التوبة وقدم قبول التوبة قبلها. وهتكلم شوية في حتة التوبة دي. أول ما غطى جسمه ربنا سبحانه وتعالى قال يا بني آدم إن أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكما. تمام؟ أنواع الهدوم اللي أنا ممكن ألبسها، لباسا يواري سوآتكما اللي هو اللباس الهدوم اللي احنا بنلبسها عشان يواري جسمنا. وريشة، لو أنت منعم قوي هتلبس ريش، حاجات ناعمة بقى وقطيفة بقى وحاجات من دي. تمام؟ والنوع الثالث من الهدوم ولباس التقوى. أحسن حاجة ممكن تستر بيها نفسك هي إنك تكون بتخاف من ربنا وتتقي ربنا سبحانه وتعالى. قال ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. يبقى أنا عندي نوعين، واحد للفقير وهو لباسا يواري سوءتكم، أي حاجة تغطي الجسم. واحد للغني، تمام، ده الريش. واحد ثالث، تمام، ده ممكن ينفع للغني وللفقير وده أفضلهم سواء كان غني أو فقير، وهو لباس التقوى. وقال وذلك خير. تمام. طيب، آدم عايز يتوب لكن ربنا ما علموش لسه التوبة. طب أنا عايز أتوب أعمل إيه؟ في آية عجيبة غريبة قوي لو تأملتها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ركز بالله عليك. أنت دلوقتي عايز مني القلم ده، تمام؟ فأنت هتيجي تقول لي لو سمحت يا مستر محمد أنا عايز القلم. مستر ميسل باز، عندك مشكلة بتلعبي تقريبا في مش عايزين صوت بقى عشان نكمل حصة. مستر طيب، فانت لو انت طالب مني حاجه تيجي تقول لي انا عاوزها. طب انت طالب مني حاجه ومش عارف تطلبها ازاي، هقول لك ايه؟ ولله المثل الاعلى. ربنا عمل ايه مع سيدنا ادم؟ قال له يا ادم عايز تتوب؟ قال له اه. قال له قول استغفرك ربي واتوب اليك. فراح ادم قايل استغفرك ربي واتوب اليك. بس خلاص، تبت عليك يا ادم والذنب بتاعك اتغفر ولا كانك عملت حاجه. كده بالسهوله دي؟ اه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ورحمتي وسعت كل شيء. تمام. فالتوبه بتاعت ادم ازاي؟ استغفر الله واتوب اليه، بس وخلاص. تمام. طيب، اذا هنا التوبه لو كنت انا عملت ذنب وانا مش قاصد، انا كده طبيعي، ربنا سبحانه وتعالى خلقني من جسد ومن روح، فكده الجسد ده بيحب يعمل الذنوب. تمام. فلو عملت ذنب مجرد انك تقول استغفرك ربي واتوب اليك. تمام. وهنا نيجي على حاجه مهمه قوي، وهي في دعاء بعته لكم امبارح بالليل قبل ما ننام. تمام. اسمه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
طبعا الطلبه بتوع كوليدج اللي انا كنت بديهم كانوا حافظين الدعاء ده كويس جدا، وكنا بنقوله في كل حصه. تمام. اليابانيه ما نقدرش نقول الكلام ده. تمام. طيب الدعاء ده ايه اهميته، واشمعنى هو الدعاء ده؟ ليه ما رجعش الجنه بعد ما استغفر رب؟ حلو قوي السؤال ده، هجاوب عليه حاضر. تمام. اللينك قدامه دقيقتين بالظبط ويفصل، فعايز اجاوب الحته دي وهجاوب على السؤال بتاعك. طيب كنا بنقول ايه؟ الدعاء اللي احنا بنقوله، اللي انا ببعته لكم ده، عارفين ان الحقنه بتاعه المضاد الحيوي او الحبايه بتاعه المضاد الحيوي اللي الدكتور يقولها لنا خدها كل 12 ساعه، مره الصبح اول ما تقوم من النوم خدتها الساعه 10 الصبح، يبقى تاخدها تاني يوم الساعه او بالليل الساعه 10. تمام، كل 12 ساعه. تمام. اهو الدعاء ده زي المضاد الحيوي، مفعوله بيقعد 12 ساعه. لو انت قلت الصبح، قلت الدعاء بتاع اللهم انت ربي ده، لو انت قلت الصبح، تمام، بالليل لو انت مت في اي وقت فانت من اهل الجنه لحد بالليل. ولو قلته بالليل، تمام، لو مت في اي وقت لحد الصبح انت من اهل الجنه. يعني ده بيديك ضمان دخول الجنه لمده 12 ساعه. تمام. طيب حاجه ثانيه، السؤال بقى بيقول ليه ادم ما دخلش جنه؟ على فكره ما خرجش من الجنه عقابا له على طول. تمام. انما هو كده كده قلنا الكلام ده في الحصه اللي فاتت، لو رجعت الحصه اللي فاتت او اللي قبلها، ان هو كده كده اصلا مخلوق علشان ينزل على الارض مش عشان يعيش في الجنه. انما في الجنه كانت تهيئه وكانت تدريب عملي على اللي انت هتعمله بعد كده في حياتك. تمام. طيب وجزاك الله خيرا من سماحه، تسلمي. فنيجي نبص نلاقي ان هو كان اولا مش مخلوق عشان يعيش في الجنه. دي الحاجه الثانيه، دي مش الجنه اصلا، هي بتاعت جنه الخلد. تمام. لان جنه الخلد ما فيش فيها حاجه محرمه، جنه الخلد كلها حلال. جنه الخلد اللي هيدخلها مش هيخرج منها. تمام. لكن ادم ما تطبقش عليه ولا اي واحده من دول. جنه الخلد ما فيش فيها معصيه وادم عصى فيها، يبقى ما كانش جنه الخلد اللي احنا نخشها ان شاء الله يوم القيامه. تمام. انما دي كانت جنه تدريب عملي كده قبل ما تخش، لسه قبل ما تنزل الارض. تمام. فبعد ما خلص وربنا تاب عليه وربنا بدله الريش بتاعه ولبس لباس التقوى واتقى ربنا وتعلم يتوب لربنا ازاي، وقعد فتره، خلاص خلصت تدريب، انزل بقى على الارض عشان تشتغل يا ادم. نزل ادم، يقال ان هو نزل في الهند وحواء نزلت في جده في السعوديه، والاثنين اتقابلوا على جبل مهم جدا عندنا اسمه جبل عرفات. فتعارف على جبل عرفات آدم وحواء، لذلك سمي جبل عرفات لأنه تعارف عليه آدم وحواء. وهنقف لحد كده، نبدأ إن شاء الله من بكرة نعرف قصة ورحلة حياة آدم على وجه الأرض. اتجوز مين؟ خلفوا إيه أول معصية بقى؟ إحنا كده أخذنا أول معصية في الكون كله هي معصية إبليس. تاني معصية هي معصية آدم. تمام. وبعد كده هيبدأ بقى أول معصية في الأرض بقى نشوفها بكرة إن شاء الله إيه هي. أستأذنكم لو كان حد عنده أي استفسار أو أي كلمة كويسة ممكن يكتبها لنا على الجروب. هنفتح الجروب لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة بس عشان ما ننساش. تمام. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.